بعد إيقاف شوبير أول تحرك من النادي الأهلي لتشميع قناة الزمالك. تسود حالة من الغضب العارم داخل أورقة النادي الأهلي بعد قرار إيقاف الإعلامي أحمد شوبير وتغريم قناة الأهلي مبلغ 100,000 جنيه بسبب أحمد شوبير. القرار جاء على خلفية تصريحات شوبير بعد مباراة القمة وانتقاده لرابطة الأندية بسبب الهتافات المسيئة التي وجهت إلى إمام عاشور لاعب النادي الأهلي. الأهلي يرد بالمثل: مراقبة دقيقة لقناة الزمالك، وإدارة الأهلي لم تقف مكتوفة الأيدي وقررت التحرك للرد على ما وصفته بالاستهداف الواضح لقناة النادي الأهلي وإعلامه. وبدأت إدارة الأهلي بالفعل في مراقبة الأداء الإعلامي لقناة نادي الزمالك، وخاصة بعد دور مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب في الشكوى ضد شوبير. وتواصل مع الهيئة الوطنية للإعلام، ومن المقرر أن يجري الأهلي تواصلا رسميا مع الهيئة الوطنية للإعلام لمراجعة المحتوى الإعلامي الذي يقدمه بعض الإعلاميين المحسوبين على إدارة الزمالك.